مساء الخير يا جماعة، يسعد مساكم من قلب الشام. أنا حاليا بساحة العباسيين بدمشق. كنت مارقة بس عم شوف الشام. هون في محل حلو وبوزة وجاتو وهيك، فكنت مارقة عم بلش إطلاق الرصاص بالأجواء، ما بعرف ليه، فنزلت لأحتمي هون بهذا المحل. فأنا وبهذا المحل كان في رجلين قاعدين مسلحين، هن معهم بوريدهم ولابسين لبس عسكري يعني. فاجوا سألوني. نعم أنا طالعة لايف هلأ بحكيك. فاجوا هدول سألوني، واحد منهم يعني سألني، طبعا هون بس في حدا سألني سؤال بس مشان أقدر كمل اللايف تبعي. قال لي، طلع هيك فيه يعني بنظرة غريبة، قال لي انتي شو يعني انتو شو هون، انه مسيحية، درزية، شيعية، ليش مالك حاطة على راسك، ليش ما بتحطوا شيء على راسكم؟ طلعت فيه قلت له انا ما رح جاوبك، انا ما رح جاوبك. قال لي هيك، عمل لي انه يعني حقك على راسي. قلت له انتو جايين لعنا، ما هي ارضنا صح؟ هو حمل حاله ومشي وراح، هو مشي وراح. ما بعرف صراحة، أنا غلط أقول هي أرضنا، هي أرضنا كلنا صح؟ وأنا اللي خلاني أطلع هذا اللايف، وأنا على فكرة منفعلة جدا يعني، بس اللي خلاني أطلع هذا اللايف هلأ هو البيان اللي أصدرته إدارة العمليات العسكرية من شوي أو الظهر يمكن، بأنه ما بيتم التعرض لولا حدا بحرية لبسه إطلاقا. فشوفوا الصدفة، عن جد شوفوا الصدفة، يعني أنا مارقة وهن قاعدين عم ياكلوا جاتو او بوزة، ما انتبهت ووقفت على جنب، واجا هو سألني هذا السؤال. انا صحفية اليوم، انا على ارض الواقع، انا مالي عم بالغ، هذا الموقف صار معي، هذا الموقف برسم الثوار الاحرار. نحن اليوم بدنا الحرية اللي انتم عم بتنادوا فيها يا اصدقائي ويا شركائي. انا اليوم لا أستطيع أن أكون تعرضت لهذا الموقف بدمشق. أنا اليوم بدي ضل بدمشق، أنا اليوم ما بدي أطلع من دمشق. وأنا شفتهم بيناتنا وتقبلتهم ومرقت، وعلما أنه اليوم كان في مظاهر تخيف بعض الشيء، نعم تخيف بعض الشيء، لأكون صادقة يعني بمشاعري. هنالك مظاهر لمقاتلين ليسوا سوريين، هم مقاتلين شيشان أفغان لا أعلم، ولكنهم ليسوا من الجنسية السورية. ولكن أوكي، هي فترة بدها تمرق تمام. ولكن يعني هذا السؤال قد يكون سؤال في هذه المرة، قد يكون فعل في مرة ثانية، يشكل خطر على سلامتي الشخصية أو سلامة أي فتاة أو أي امرأة موجودة هنا في دمشق.